مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا. إحياء اليوم العالمي لصحة النبات. الدراج بنيام يحل رابعا في الجولة السادسة من طواف إيطاليا. كوريا الجنوبية تؤكد أن جارتها الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية. مسؤولان رفيعان للاتحاد الأوروبي يزوران طوكيو. وارتفاع معدل التضخم في البرازيل هو الأعلى منذ 18 عاما. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرة التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا، 2 منهم من سنبل و1 من قجرة و1 من فيلاجو، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 9744، شفي منهم 9632 وتوفي 103 مريضا، فيما يتلقى 9 مصابين الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 12 من مايو 2022. أحيت وزارة الزراعة 12 من مايو اليوم العالمي لصحة النبات. وقال المدير العام لقسم خدمات القوانين والرقابة في الوزارة السيد تخلآب مسكنة إن اليوم العالمي للصحة له دور دافع للوعي العالمي ومكافحة المجاعة والفقر وتنمية التنوع الأحيائي. وأوضح أن النبات مصدر الهواء وأغلب أجزاء الغذاء، مشيرا إلى أن تقرير منظمة الغذاء العالمي يبين بأن حوالي 40% من المنتجات الزراعية تتضرر من الآفات والأمراض، وتتضرر الزراعة في البلاد أيضا بالآفات والأمراض، لكن الحكومة تعمل جاهدة لمكافحتها. من جانبه قدم مسؤول رقابة الثروة النباتية في وزارة الزراعة السيد سعيد نور الدين توضيحا مصحوبا بالصور عن أنشطة تنموية ومتابعة النباتات. حل الدراج الإريتري بنيام قرماي عضو فريق انترمارش البلجيكي المرتبة الرابعة في الجولة السادسة من طواف إيطاليا التي امتدت لمسافة 192 كيلومترا. بحثت تعطيرات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ألمانيا خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته يوم 7 و8 من مايو في مدينة مانهايم، بحثت برامج التصدي الوطني. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا السيد يوهانس والدو في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون من جميع المدن الألمانية، قال أن النقاش سيكون له دور كبير للدفع بالبرامج الوطنية عامة وبرامج التصدي خاصة. من جانبه قدم مسؤول الشؤون الشعبية والجماهيرية السيد كحساي تولدي تقريرا عن الأنشطة السياسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية وتحدياتها لتعطيرات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فرع ألمانيا وأوروبا، وأوضح التبرعات المقدمة لمكافحة كورونا والجراد. وقدم قنصل إريتريا العام في فرانكفورت السيد كبراب تخستي توضيحا بشأن السياسة والكفاءة السياسية، وقال لا يمكن تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي دون الكفاءة السياسية. وقدم في الاجتماع شرحا مختصرا عن مؤتمر شباب الجبهة الشعبية 16 الذي عقد في روما الإيطالية شهر أبريل الماضي. وأكد المجتمعون على استعدادهم لتنفيذ المهام الوطنية الكبيرة وبرامج التصدي للعدائيات وإنجاح البرامج التنموية والأمنية. تلقت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الدعم من الإريتريين في المهجر المكفوفين. قدمت الدعم جمعية الإريتريين للصم والمكفوفين في شمال أمريكا، وشمل عصي المكفوفين ونظارات ومعدات تحول المكتوب إلى المسموع وأدوات رياضية.
وقدم ممثل الجمعية الدعم يوم 11 من مايو للمدير العام لقسم الإدارة والمالية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة أمينة كيداني. وقال نائب رئيس جمعية الصم والمكفوفين الإرثيين في شمال أمريكا سيد رأي إفريم إن أهم أنشطة الجمعية ترسيخ النظرة الإيجابية للمجتمع تجاه المعاقين وتقديم الدعم حسب الاستطاعة. من جانبها قالت سكرتيرة الجمعية السيدة يوردانوس أبراهام إن الدعم قدم إيمانا منهم بأن المعاقين يمكنهم الإنتاج بنفس مستوى قطاعات المجتمع الأخرى في عصر التطور التقني الحالي. وشكرت تعاون الإرثيين في شمال أمريكا. وزار ممثل الجمعية بعد مراسم تقديم الدعم من مصنع الأطراف الصناعية في عد وعداد. عقدت الشرطة الإريترية في مدينة كرن سيمينارا في الأيام العشرة الأولى من هذا الشهر للشباب والطلاب بهدف الحد من المخالفات المرورية وخفض الجريمة. وأوضح قائد مركز الشرطة الأول في مدينة كرن الملازم أمناي الزودي أن أغلب الجرائم والمخالفات المرورية يرتكبها القُصّر، وأن المحاضرات المقدمة تهدف إلى تمتين العلاقة بين الشعب والشرطة وضمان سلامة الممتلكات. ودعا الشباب والطلاب تجنب المكيفات التي تدفع لارتكاب الجريمة. شيع عصر اليوم 12 من مايو جثمان الفنان سعيد أنور صالح في مقبرة الشهداء بأسمرة. استشهد الفنان سعيد أنور يوم أمس 11 من مايو جراء مرض ألم به عن عمر بلغ 38 سنة. الفنان الشاب سعيد أنور عضو الدفعة 19 للخدمة الوطنية، وقد شارك في الكثير من الأعمال الفنية متغمسا أدوار مختلفة في عدة مسلسلات كمسلسل ماجلو وزخر الزمن التي بثت في الفضائية الإريترية. ومثل الفنان سعيد أنور في حوالي 50 فيلما. فاصل قصير من ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أطلقت كوريا الشمالية 3 صواريخ باليستية وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي لفرانس بريس رصد جيشنا حوالي إطلاق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة سونان في بيونغ يانغ، مضيفا أن الصواريخ أطلقت باتجاه بحر اليابان. وأكدت وزارة الدفاع اليابانية بدورها عملية الإطلاق، وقال خفر سواحلها لفرانس بريس إنه أصدر تحذيرا بشأن السلامة للسفن، مفاده بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا على ما يبدو. ويرجح بأن عملية الإطلاق هي التجربة 16 للأسلحة التي تجريها الدولة المسلحة نوويا هذا العام، وتأتي بعد يومين على تنصيب رئيس كوريا الجنوبية الجديد المتشدد يون سوك يول. واتهمت سيول وطوكيو كوريا الشمالية بإجراء تجربتين منفصلتين لصواريخ باليستية في الأسبوع الذي سبق تنصيبه، رغم أن بيونغ يانغ لم تؤكد الأمر. اعتبر مسؤولان أوروبيان كبيران خلال زيارة إلى طوكيو أن روسيا تشكل أكبر خطر مباشر للنظام العالمي. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بعد لقاء مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارك ميشيل أن روسيا هي أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهمجية ضد أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين. وزار المسؤولان الأوروبيان طوكيو في إطار جولة محادثات سنوية بين اليابان والاتحاد الأوروبي تجري هذه السنة في ظل الحرب في أوكرانيا وسط مخاوف متزايدة في آسيا حيال الطموحات العسكرية الصينية.
كما طرحت اليابان مسألة تشديد الصين موقفها حيال الأزمة على جدول أعمال المحادثات في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي للعب دور متزايد حيال بكين. بلغ معدل التضخم البرازيلي في 12 شهرا الماضية حتى أبريل 12.13%، وهو أعلى مستوى له في آخر 18 عاما منذ أكتوبر 2003. وأشارت الصحيفة إلى أن معدل التضخم على أساس سنوي ارتفع في البرازيل من 11.30% في مارس إلى 12.13% في أبريل، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الوقود، والذي كان يضغط على المعدل منذ نهاية عام 2021 بسبب سياسة التكافؤ في الأسعار. وأوضحت أنه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي تضاعف المعدل عمليا، حيث بلغ التضخم في أبريل 2021 على أساس سنوي 6.76%، وذلك على الرغم من ضغوط الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو لعدم رفع أسعار الوقود. فقد أعلنت بيروبراس عن تعديلات مستمرة منذ العام الماضي لمحاولة مطابقة القيم الداخلية مع القيم الدولية. وأعلن بولسونارو الذي يطمح إلى إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر المقبل إقالة وزير المناجم والطاقة بيتوم بعد أن انتقده الأسبوع الماضي بسبب الزيادات المستمرة في أسعار الوقود. الخبر الأخير في هذه النشرة: بيعت الماسة ذي الروك بمبلغ 18.8 مليون دولار، وهي أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات بزنة 228.31 قيراطا، وهو سعر أقل بكثير من الرقم القياسي المحقق في هذه الفئة. وكانت التوقعات أشارت إلى أن سعر هذا الحجر الكريم قد يراوح بين 20 و 30 مليون دولار. وقد ضرب مفوض المزاد مطرقته معلنا انتهاء المزاد في قاعة غصت بالحاضرين بسبب التوقعات الكبيرة التي أثارتها هذه الماسة الاستثنائية التي يفوق ارتفاعها قطر كرة الجولف. وكانت التوقعات أشارت إلى أن سعر هذا الحجر الكريم المصقول على شكل إجاصة، والذي تعود ملكيته إلى شخص من أمريكا الشمالية لم تكشف هويته، قد يراوح بين 20 و 30 مليون دولار. وكانت ذي الروك استخرجت من منجم في جنوب أفريقيا في مطلع العقد الأول من القرن 21، ثم باعتها كريستيز بالتفاوض لهواي جميع خاصة. ختام النشرة إليكم أبرز العناوين: إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا. إحياء اليوم العالمي لصحة النبات. الدراج بالنعم يحل رابعا في الجولة السادسة من طواف إيطاليا. كوريا الجنوبية تؤكد أن جارتها الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية. مسؤولان رفيعان من الاتحاد الأوروبي يزوران طوكيو. ارتفاع معدل التضخم في البرازيل هو الأعلى منذ 18 عاما. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله.